اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم. معكم أخوكم يوسف، ودي المحاضرة ال11 من كورس بايثون ومجال الباك إند. احنا بقالنا محاضرتين في اللوبس واتكلمنا عن الفور ان رينج والفور ان سيكونس بالكامل، واتكلمنا فيهم وشرحناهم وعملنا عليهم مشاريع وأمثلة كتير جدا. طيب النهاردة دور الوايل لوب، وده النوع التاني في اللوبس. طيب الوايل لوب بتخلي الكود يفضل يتكرر طالما الشرط true، طالما الشرط متحقق. طيب كلمة while في اللغة الإنجليزية معناها أثناء أو طالما. احنا بقى عايزين نركز على كلمة طالما، فاحنا while دايما هنيجي لما نيجي نقرأها هنقول طالما الشرط كذا. طالما الشرط صح، طالما الشرط ده true، يبقى الكود بيتكرر والتكرار شغال. طيب طالما أو أول ما الشرط يبقى غلط يعني false، يبقى اللوب هتقف. دي كده الوايل لوب. طيب تعالوا بقى نبدأ نخش في الأمثلة البسيطة، وواحدة واحدة نفهم اللوب أكتر وإزاي بتشتغل وكل الكلام ده. طيب ونبدأ مثلا إن عندنا متغير اسمه i بيساوي 1. بعد كده هنعمل وايل ونحط الشرط بتاعه وأقول له i لو الاي ده أصغر أو يساوي الخمسة. طيب أنا عايز منك إيه؟ أنا عايزك تعمل لي مثلا print وتقول لي num وتيجي تقول لي الاي، وعايزه كل مرة يزود على قيمة الاي اللي هي بلس ايكوال واحد اللي اخدناها في اللوب. طيب تعالوا نفهم الأول اللي أنا عامله ده إيه. أنا دلوقتي عامل متغير اسمه i مخليه بواحد. طيب فأنا بقول له while الاي أصغر أو يساوي 5، أنا عايزك تطبع الاي وكل مرة ضيف لي على الاي واحد. طيب أنا هنا بقول له طالما الاي ده أصغر أو تساوي 5 اطبع الاي بس. طيب ده معناه إيه؟ معناه إن أول ما تكون الاي دلوقتي أكبر من الخمسة الشرط ده بقى فولس، فاللوب هتقف. طيب تعالوا كده نشغل ونشوف. طبع لي نمبر واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. طيب فاللي حصل ان هو اول ما الاي هنا بقت بخمسة فالشرط دوت بقى فولس، الشرط ده ما اتحققش، فبالتالي اللوب هتقف. طيب في هنا تحذير مهم جدا لازم تاخد بالك منه، ان انت لو دلوقتي انا جيت شلت الشرط ده، جيت شلت ان الاي بلس ايكوال 1 وجيت شغلت الكود على كده، فدي هتكون انفينيتي لوب. طيب ليه؟ لان انا دلوقتي بقول له الاي بواحد، وطالما الاي اصغر من الخمسة او تساوي الخمسة فبرنت الاي. ما هو كده لا نهاية، ما هو الاي اصلا مش هتزيد لان الاي ثابتة هتكون بواحد. انما لو جينا رجعنا فانا بقول له كل مرة بتشغل فيها اللوب وتتحقق من الشرط تزود لي على الاي بواحد، فكده كده الاي هتزيد لحد ما توصل للرقم اللي انا حاطه هنا. انما انا لو شلت الرقم ده او شلت الشرط ده فبالتالي الاي مش هتزيد، فبالتالي الشرط ده عمره ما هيكون فولس. تعالوا نشغل. بالتالي هيفضل يطبع إلى ما لا نهاية، ولو واخد بالك هو شغال مش عايز يخلص. فانت بتطلع من هنا، ولو جهازك مش احسن حاجة مش احسن امكانيات بلاش تجرب الكود ده كده. الوايل لوب ببساطة، وقلت لك التحذير اللي موجود ان انت تاخد بالك ان يكون فيه شرط عشان ما تكونش انفينيتي لوب. وتعالى نخش نبدأ في أمثلة عملي، زي ان احنا نخلي نفضل نسأل المستخدم لحد ما يقول كلمة السر صح، او ان احنا نطلب من المستخدم ان هو يخمن حاجة. والكود احنا كنا بنعمله في الاول كان بيشتغل مرة واحدة وبيخلص. لا تعالوا نشوف بقى ان الكود مش هيخلص غير لما انا اقول له اطلع، او لما المستخدم يدخل اللي انا عايزه. طيب اول حاجة هنيجي نعملها مثلا هناخد باسورد من المستخدم وهناخده input، وهقول له بكل بساطة enter your password. كويس جدا. طيب وبعد كده هعمل الوايل لوب. طيب وايل ايه؟ وايل الباسورد اللي هو بيدخله ده not equal الباسورد اللي انا عايزه. انت تقدر ان انت تحفظ الباسورد ده ذات نفسه اللي انت عايزه في متغير، او ان انت تقدر تكتبه. انا مثلا هسميه بايثون 1 2 3. انت تقدر تاخد ده كده جميل وتكتب مثلا هنا باسورد ايا يكن وتعمله كده، وتيجي هنا تحط تعالوا نحط دي الاول في السنجل كوتيشن، وهنخلي دي هنا الباس وورد. فانت عندك طريقتين اشتغل بيه اللي يريحك. طيب فانا كده بقول له هنا ان المستخدم هيدخل لك باسورد. طيب طالما الباسورد اللي هو هيدخلها دي not equal لا تساوي اللي انا عايزها اللي هي بايثون 1 2 3،
فبالتالي أنا اللي عايزك تعمله إن أنت تفضل تسأله. فهاجي أعمل هنا الباسورد اللي هو المتغير اللي فوق، وهعمل الانبوت وهاجي أقول له enter your password. طيب تعالوا نطلع من اللوب. هو دخله والدنيا تمام. عايزك بعد ما تطلع من اللوب، لو هو طلع من اللوب فبالتالي هيكون دخل الباسورد صح، لان اللوب هتفضل شغاله طالما لا يساوي الباسورد اللي دخله لا يساوي الباسورد اللي انا حاطه، فبالتالي مش هيطلع من اللوب غير لما ده يتحقق. فلو طبع البرنت دي بعد ما طلع من اللوب فبالتالي ان هو كتب الباسورد صح. فهقول له مثلا هنا write او ايا يكن ايه اللي عايز اطبعه له. طيب تعالوا نشغل ونشوف. دلوقتي هنا بيقول لي enter the password، فهاجي اقول له 1 2 3 enter the password. هكتب اي ارقام enter the password. عمره ما هيطلع من اللوب غير لما ادخل له بايثون 1 2 3، فساعتها هيقول لي write وساعتها هيكون كده طلع من اللوب. واحنا هنستخدم فكرة الوايل لوب مع ان المستخدم يدخل الحاجة اللي انا عايزها، لان المستخدم ممكن مش دايما هيدخل الحاجة اللي انا عايزها. تعالوا نعمل لو فاكرين لما كنا عملنا السيكريت نمبر وخلينا اليوزر هو اللي يجس الرقم ده، فكان بتتعمل مرة واحدة بس. احنا المرة دي هنعملها ان هو دايما اللوب شغالة، دايما بيفضل يسأله على الرقم ده طالما هو دخله غلط. طيب هنبتدي في الأول إن احنا هنختار secret number. ممكن مثلا نخليه 7، وهخلي مثلا الجس دي طريقة تانية إن أنت ممكن هنخليها بصفر. احنا الكود اللي فات بالظبط خلينا إن احنا عملنا input قبل الوايل لوب وinput بعد الوايل لوب. حلو، دي طريقة من الطرق إن أنت بدل ما تكتب الانبوت مرة قبل ومرة بعد، لا انت بتعمل نفس المتغير. حلو، وبتخليه يعني لو ارقام فبتخليه مثلا صفر. طيب لو string فبتخليه مثلا الدبل كوتيشن او السنجل كوتيشن من غير ما تكتب فيهم اي حاجه، وهوريك دوت دلوقتي. طيب بعد كده بعمل الوايل لوب وبقول له while الجس not equal ايه السيكريت نمبر. فانا ساعتها عايزك تعمل ايه؟ عايزك ان انت الجس ده يساوي ايه الانبوت بقى، ان انت تاخده من المستخدم واقول له مثلا enter your guess. جميل، كويس جدا. طيب انا ممكن اقدر اخد دي عادي جدا واضيفها هنا، مش عايزة تتحدد. اقدر ان انا اخدها واضيفها هنا، مش هيبقى عندي اي مشكلة. بس انا بوريك الطريقتين ان انت تقدر ان انت تخلي نفس المتغير يكون مثلا لو انت عايز رقم او ايا يكن انت عايزه رقم فبالتالي بتخليه رقم مثلا زي صفر، ولو انت عايز من اليوزر يكون string فبالتالي مثلا بتيجي هنا ومعامل الدبل كوتيشن او السنجل كوتيشن وبيكون جواه فاضي، ما بتكونش حاطط جواه حاجة، حتى السبيس ما تحطهاش. تعالوا نرجع كده ونكمل. طيب قدامك 3 ثواني تاخد بالك لو في خطأ هنا او لا. الخطأ ان انا محتاج الانبوت ده يكون integer، لان انا هنا هقارنه بانتجر. جميل، فانا بالتالي محتاجه int، فانا محتاج ان انا احول ده بس كده. طيب وهاجي هنا عند البرنت، طبعا هطلع بره الوايل لوب واجي هعمل له هنا print مثلا واقول له correct. طيب بكل بساطة الكود نفس برضو تقريبا اللي فات، بس مع تغير ان ده كان string وده كان ارقام. انا عامل هنا متغير اسمه secret، حاطط فيه رقم 7 وعامل الجس هنا بصفر. قلت له طالما الوايل طالما الجس بتاعة المستخدم not equal السيكريت، فبالتالي اللي انا عايزك تعمله ان انت تفضل تكرر تسأل المستخدم عن الرقم ايه وعن تخمينه يكون ايه. امتى هتطبع print correct؟ اول ما اللوب تخلص. فتعالوا نجرب. هندخله طبعا اي حاجة هيفضل يسألني. ممكن ساعتها تضيف ان انت تقول له لا غلط جرب تاني، او انت تكتب له مسج معينة براحتك. اول ما تكتب له الرقم هيجي يقولك ان هو correct. طبعا تقدر ان انت تطور المشروع دوت لو عايز وتخليه ان هو يكون براندوم وان انت تختار رقم عشوائي وكل الكلام ده. طيب تعالوا بقى نخش في مشروع اكبر شوية وهنعمل آلة حاسبة بسيطة نفس اللي احنا كنا عاملينها قبل كده، بس هتكون بالوايل لوب، ان هو دايما يفضل يسأله. ان احنا كنا في الاول بنخليه يعمل عملية حسابية واحدة ويطلع، لازم اشغل الكود تاني واعمل ران عشان يبتدي ان هو يخش. فاحنا المرة دي هنعملها بالوايل لوب، نفس الفكرة ونفس كل حاجة، بس احنا هنحط الوايل لوب. طيب وهنتعلم ان الشروط انت مش شرط ان انت
تحط شرط معين تكتبه بايدك، انت ممكن تخليه حاجه شبه اللي هنعملها مثلا دلوقتي، وده الاغلب اللي انت هتعمله. طيب تعالوا في البدايه كده نعمل له print، واقول له مثلا هنا welcome، واعمل له \n، واعمل له هنا \n. كويس جدا. وهاجي اقول له هنا while. طيب ايه الشرط اللي انا عايزه؟ while true. يعني ايه while true؟ يعني انت هتفضل شغال لحد ما انا اوقفك. دي طريقة بنستخدم فيها حاجة اسمها break. break دي بتوقف اي لوب من اللوبس، اذا كان ال for i in range او ال for i in sequence او ال while loop. طيب احنا هنشرحهم لما يجي وقتهم او لما نيجي نستخدمهم. فالنهارده هيجي دور البريك ان هي بتفصل اللوب. طيب والطريقة التانية هناخدها برضو النهارده. طيب while true، فانا عايز اخد منه اول حاجة ال num1، وهاجي هنا هاخده طبعا float، واجي اقول له هنا الانبوت. جميل. واجي اقول له enter number 1. جميل. واجي هنا مثلا اخد منه الاوبريتور، وهاخده input عادي string، وهبتدي اقول له هنا enter the operator مثلا. جميل. وهاخد منه ال num2، وبرضه خليه float، وهقول له الانبوت، وهقول له enter number 2. وكده اكون ان انا دي الاسئله اللي هفضل اسالها له دايما. وهعمل هنا الاف كونديشن بتاعتي، وطبعا قلنا ان احنا بنعمل الاف كونديشن على الاوبريتور نفسه. فهقول اف الاوبريتور ماله equal. بعد كده احط الاوبريتور ذات نفسه لو هو مثلا يساوي زائد، في بالتالي هقول له هنا print، وهاجي اقول له ان الريزلت تقدر تعمل الاف string او ان انت تعمل كوما وتكمل، بس احنا هنستخدم الاف string. فهقول له هنا النم1. جميل. بلس النم2. طيب بما اننا ان احنا عملنا الآلة الحاسبة قبل كده، فبلاش ان انا اضيع وقتك، وهبتدي ان انا اخلصهم كلهم، وعايز اشرح لك الحتة بتاعة البريك. طيب احنا كده خلصنا الاف كونديشن، وخلصنا كل حاجة بتاعة الآلة الحاسبة. جميل. في عملية الجمع والطرح والضرب والقسمة، تقدر طبعا ان انت لو عايز تعمل آلة حاسبة فيها كل العمليات الحسابية تقدر ان انت تعمل دوت. وتقدر كمان لو عايز يكون الموضوع متطور اكتر تقدر تستخدم مكتبة اسمها ماث. طيب اللي احنا دلوقتي عايزين نكمله بعد ما خلصنا ان انا هسأله اللي هو do you want to calculate again، ان انت عايز تعمل عملية حسابية كمان، فيا هيجاوب عليا بيس او نو. فمثلا هعمل متغير اسمه choice. جميل. وهخليه هنا input، وهاجي اقول له مثلا do you wanna calc again، وهبتدي ان انا احط له مثلا y و n، وهكون مستني اجابته. هاجي اعمل ال f، وهخليها تكون ال f choice ده equal ال n. لو هي تساوي ال n اللي هو no، يبقى اعمل حاجة اسمها break. يعني ايه break؟ break باللي هي بتعمله بكل بساطة باختصار ان هي بتطلع بره اللوب، ان هو خلاص هي خلصت شغلها، وهتشوف لو في حاجة تاني بعد اللوب هتعمله، لو مفيش فهي كده ايه الكود خلص. دي كده break. تقدر تستخدمها طبعا في كل اللوبس مش وايل بس. طيب هطلع بره اللوب خالص. لو واخد بالك انا لو جيت هنا عملت الكولابس ان انا طلعت، انا كده بره اللوب. وهاجي اعمل له مثلا هنا print، ومثلا اقول له هنا goodbye ايا يكن ان انا قفلت او ان انا exit ايا يكن. فده كده الكود بتاعي. تعال نجربه سوا. هيجي يقول لي هنا ويلكم، دخل الرقم الاولاني. جميل. طرح 2، قال لي الريزولت 3. دلوقتي لو انا قلت له يس فهيبتدي ان هو يسألني تاني، فالدنيا شغالة تمام. أول ما أقول له نو فبالتالي عمل بريك من اللوب، إن هو طلع منها، كسر اللوب بريك، كسرها، وبالتالي إن هو قال لي جود باي، وخلاص كده اللوب خلصت. طيب تعالوا نعمل to do list. ان انا مثلا لو عندي to do list manager، بس هنعملها بطريقة غير الطريقة اللي كانت اللي فاتت. اللي انا هعمله، تعالوا نمسح ده. اللي انا هعمله ان انا هعمل الوايل لوب. جميل. وابتدي ان انا اقول له عندك اختيارات 1 2 3 4، وعايزك ان انت choice ما بينهم، واحنا هنعمل تشيك على الاختيار اللي هو دخله، ولو كذا هنعمل 1 2 3، ولو كذا هنعمل 1 2 3، وهكذا. والمشروع دوت هنرجع له تاني لما نيجي نشرح حاجة اسمها الفانكشنز، الوظائف.
وهيكون اسهل من كده بكتير، وهنتعلم ازاي ننظم الكود بتاعنا. بجد الحاجات التانية كل ما ان احنا نديب ان في بايثون بيكون الموضوع اسهل واجمل بكتير جدا. طيب انا اول حاجة عايز اعمل ليست اسميها tasks، ابتدي ان انا احفظ فيها ايه التاسكس بتاعتي. طيب بعد كده هقول له الوايل ايه وايل ترو. حلو. طيب هل اقدر ان انا استخدم حاجة تاني زي الوايل بدل الوايل ترو؟ طيب انا ممكن اخد الوايل ترو دي وابتدي ان انا احطها في متغير، ومثلا ممكن اسميها الاب اون، وابتدي ان انا احطها هنا. فبالتالي اقدر ان انا احط الوايل اب اون، والاب اون دي جواها ايه؟ جواها ترو. فهو نفس الشيء. ايه المختلف ما بين الاتنين؟ المختلف ان انا اقدر في اي وقت اقوم جاي قايل له ايه؟ خلي الاب اون اللي هي تساوي اصلا ترو، لا انا عايزك تخليها لي فولس. فاول ما احط له الشرط ده فبالتالي الوايل لوب هتقفل. يبقى احنا كده عندنا البريك، وعندنا ان انا اقدر احط الاب اون مثلا ترو، او الجيم اون مثلا اخليها ترو. ولما اجي ان انا خلاص عايز اللوب تقطع، ممكن ان انا استخدم بريك، وممكن ان انا اخلي الجيم اون دي او الاب اون ديت اخليها فولس. فدول الطريقتين، وتقدر تستخدم اللي يريحك واللي انت عايزه. طيب هعمل البرنت بشكل سريع وارجع لك. طيب انا كل اللي عملته ان انا عملت الخمسه برنت دول، ان انا مثلا اول حاجه هنا عملت له كانه يساوي ديت كانها شكل كده، وكاتب له ان دي تو دو ليست، وبديله اختيارات: واحد add task، اتنين show tasks، تلاتة remove task، وأربعة إن هو يختار exit. وبعد كده بختار أعمل مثلا متغير اسمه choice، وابتدي إن أنا عايز أعرف هو هيختار إيه، أخليه إن هو يختار حاجة معينة. طيب فبالتالي هقول له مثلا هنا choose an option. جميل. ممكن مثلا ان انا ايه اقول له من واحد لأربعة. ممكن مثلا لو عايز هنا تخلي الانبوت ده انت، بس تخلي بالك ان انت لما تيجي تعمل الاف تخليها برضو هي كمان رقم، بس انا هسيبها هنا زي ما هي تكون string، ولما اجي اعمل الاف برضو هخليها string. طيب واجي اعمل هنا الاف ايه؟ اف اللي choice ده equal، وهاجي اقول له هنا واحد. فبالتالي اللي انا عايز اعمله هنا add task، فبالتالي ان انا هاخد منه التاسك وهضيفها في الليست. طيب انا هفضل اعمل كل الحاجات دي. انا عايز قبل ما ابدا اعملهم واحده واحده، انا عايز اخلص من else. طيب هاجي اعمل else هنا في الاخر، وهيكون ان هو مثلا ما دخلش ولا واحد، ما دخلش الرقم من واحد لأربعة. فبالتالي هاجي مثلا هنا اقول له invalid choice، وهبتدي ان انا اقول له مثلا هنا enter a number بين واحد وأربعة. تعالوا بقى نرجع للإف والإلإف اللي عندنا. أول حاجة هعمل متغير اسمه task، وهيكون input، وهبتدي إن أنا آخد منه task. فأقول له مثلا هنا enter a task. طيب أنا خدت منه التاسك دي، المفروض إن أنا عايز أعمل إيه؟ أنا عامل هنا list اسمها tasks، فأنا عايز أضيف التاسك اللي هو دخلها دي جوه الليست اللي اسمها tasks. طيب فبالتالي هقول له عندك ليست اسمها tasks دوت ايه دوت ابند. هابند ايه؟ هابند التاسك دي. طيب بعد كده مثلا هطبع له print بعد ما اضيفها، واجي اقول له مثلا ان التاسك دي التاسك added. جميل ان هي ايه؟ اتضافت يعني. طيب ده كده الاف لو اختار نمبر 1. عندنا الالف هقول له لو اللي choice ده equal اتنين. طيب فبالتالي الاتنين ديت اللي هي بتاعت ايه؟ بتاعت show tasks. فكل اللي انا هعمله ان انا ممكن اطبع الليست زي ما هي tasks دي، بس هيكون منظرها مش احسن حاجة، هيكون جايب له طابع له الليست وكلهم جنب بعض. فانا عايز الموضوع يكون احسن شوية، يكون مطبوعين مثلا تحت بعض. فاحنا اخدنا الطريقة ديت ان احنا نعمل عليهم for loop. تعالوا بس في الاول نعمل له هنا print كده، ونقول له مثلا ان ايه، اقول له باك سلاش ان، واجي اقول له مثلا هنا اليور تاسكس بتاعتك، واجي اعمل هنا for I in التاسكس دي اللي هي الليست. وبالتالي كل اللي انا هعمل له هنا print، وهاجي اقول له هحط لي مثلا هنا الداش دي. جميل. واعمل لي كوما، وحط لي حرف الاي اللي هو اطبع لي التاسك.
طيب ده كده ان انا اعمل له show للتاسكس بتاعته. طيب عندي كمان الف ايه؟ ان هو اللي التشويس بتاعه ده يكون equal 3. 3 دي اللي هي ايه؟ remove task. عشان remove task فبالتالي انا عايز اعرف ايه هو التاسك اللي خلصها او اللي هو عايز يمسحها. فمثلا هعمل متغير اسمه done، وبالتالي ان انا هاخد منه التاسك دي وهقول له enter your task to remove مثلا. طيب بعد ما هو عطاني التاسك دي اللي انا المفروض همسحها، هل انا اروح امسحها على طول واعمل التاسكس ريموف بعد كده احط له ما بين الاقواس الدن؟ مش منطقي. في يوز كيس هنا. ايه اليوز كيس؟ ان هو ممكن يدخل لي حاجه مش موجوده، ممكن يدخل لي تاسك هي مش موجوده اصلا في الليست. جميل. طيب انا عشان احل المشكله دي اعمل ايه؟ هاجي اقول له هنا اف ايه؟ الدن اللي هو دخلها دلوقتي ان التاسكس ولا لا؟ اللي انا عملته ببساطه ان انا قلت له انت عايز تمسح تاسك؟ طيب جميل، هتمسح التاسك. ايه هي التاسك؟ قال لي هحطها لك في متغير اسمها done. فانا دلوقتي ممكن تكون التاسك دي مش موجودة اصلا في التاسكس عندي، فبالتالي انا هعمل اف ان انا اشوف الدن او التاسك اللي هو دخلها هي موجودة اصلا في الليست ولا مش موجودة. طيب فانا قلت بكل بساطة if done in tasks. لو هي موجودة فبالتالي اللي انا عايزك تعمله ان انت تخش لي على القائمة اللي اسمها tasks، عندك حاجة اسمها remove ايه؟ remove done. بس ده كل اللي انا عايزه. طيب الelse بتاعت الاف هتكون ايه؟ هتكون هقول له هنا print وهقول له task not found. بس بكل بساطة. تعالوا نطلع كده، فاضل لنا الf اللي هي الرابعة. الf والchoice equal 4 ديت كانت بتاعت ايه؟ كانت بتاعت الاكزit. طيب احنا دلوقتي هنعمل exit ازاي؟ اقدر بكل بساطة. تعالى مثلا نطبع print الاول بعد كده نشوف الطريقتين، واقول له هنا good باي. جميل، والسلام عليكم يعني. طيب دلوقتي انا عندي هنا عشان اطلع، ان هو لو اختار وعايز يعمل اكزيت وعايز يطلع، فانا بالتالي عندي طريقتين اللي انا قلت عليهم. الاولى ان انا هعمل بريك بكل بساطة، والتانية ان انا كنت عامل فوق هنا الاب اون، هي معمولة ترو اصلا، دي اللي مشغلة الوايل لوب بتاعتي. فبالتالي ان انا اقدر اجي اعمل هنا واعمل له ان الاب اون دي انا عايزها تكون فولس. احنا جربنا المرة اللي فاتت البريك، المرة دي جربنا الاب اون. طيب تعالوا نشغل ونشوف الدنيا. هو بيقول لي هنا التو دو ليست بتاعتك add task show tasks remove task و exit. هبتدي ان انا اقول له هنا واحد ويقول لي enter a task، فاقول له مثلا ان انا read، فهيبتدي ان هو هيفضل يسألني. قال لي هنا task added، بعد كده هيقول لي تدخل حاجة كمان او ان انت تختار يعني، فهقول له هدخل واحدة كمان، واقول له مثلا ان انا هتعلم حاجة، فبالتالي هيجي ان هو يقول لي task added. تمام. بعد كده عايز اقول له ان هو show بقى التاسكس دي، هعمل له رقم 2 فيقول لي your task read و learn. طيب عايز تضيف حاجة، عايز تشوفهم تاني، احنا شفناهم. to remove task فابتدي ان انا اقول له 3. طيب enter a task to remove، تعالوا نجرب نحط له حاجة مش موجودة ايا يكن. مثلا ممكن اقول له python، فهيبتدي يقول لي ان التاسك not found، وهيبتدي يسألني تاني عايزني اعمل ايه، فاقول له remove task، وهاجي اقول له هنا ال read. اقدر ان انا ممكن اعمل له مسج برضو ان هي زي ما قلت له مثلا ان هي اتضافت، اقدر ان انا اقول له مثلا كمان مسج ان الحاجه دي اتمسحت، وان انا اقدر اطبع له كمان التو دو ليست بتاعته على طول من غير ما هو يعمل شو. تقدر تعمل كل اللي انت عايزه. طيب تعالوا كده نتاكد هو مسحها ولا لا، ونعمل الشو تاسكس، فيجي يطبعهم لي فهنلاقي الليرن بس. طيب تعالوا نعمل 4 عشان نعمل اكزit. قال لي جود باي. انا هشغل بس لمره واحده عشان نجرب حاجه اخيره، وان انا ادخل له رقم 7 مثلا، فهيبتدي يقول لي invalid choice enter a number ما بين 1 و4. هعمل 4 عشان exit وبس. احنا كده كل حاجة ماشية معانا تمام. تقدر ان انت تضيف اكتر من حاجة في المشروع دوت، وتقدر ان انت تكبره. طيب انت الهوم ورك بتاعك هيكون عبارة عن shopping list app، ان انت رايح تتسوق، فبالتالي محتاج ان انت تكتب الحاجة اللي هتشتريها وتكتب سعرها. طيب الكود معاك لما يجي يشتغل، انا عايزك تركز في كل حاجة. الكود لما يجي يشتغل هيبتدي في الاول ان هو يقول لك welcome to your shopping list app، بعد كده يقول لك enter the item you want to buy. فهاجي مثلا اقول له هنا ان انا هشتري milk. تمام. قال لي البرايس كام، فاقول له مثلا هنا 14. هيقول لي هتدخل حاجة كمان، هبتدي ان انا اقول له yes، فهيقول لي انتر حاجة كمان. فممكن مثلا اقول له هنا ابل سعره كام، هقول له مثلا 50. عايز تدخل حاجة كمان، فهقول له هنا no.
فبالتالي هيطبع لي يقول لي your shopping list اللي هي الملك $14 والابل عامل $50 وهيجي يقول لي التوتال amount to pay $64. طيب هو كل اللي عمله ان انا اخد مني باخد من المستخدم الايتم والبرايس وببتدي ان انا اضيفهم في ليست. جميل. وبشوفه هل هو هيضيف ايتم كمان ولا لا. طيب لو هو خلاص مش هيضيف حاجة تاني وخلاص هيقفل فبالتالي ان انا بطبع له الحاجات اللي هي في الليست بتاعته واقول له كل حاجة هو الايتم ايه وسعره كام بنفس الطريقة دي وفي الاخر باجي اقول له التوتال المفروض يدفعه هو كام. ده كده المشروع بكل بساطة. اعتقد هيكون سهل عليك جدا بس عايزك تركز في كل حاجة. بس كده تكون المحاضرة خلصت. دمتم على خير. اشوفكم المحاضرة الجاية ان شاء الله والسلام عليكم.